السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد وسلسلة على السريع. والنهاردة عايز أكلمكم عن موضوع وهو إتقان اللغة. الناس اللي بتدرس لغات إزاي ممكن أتقن اللغة؟ وهل لازم أتكلم اللغة زي أهل اللغة بالظبط؟ في حكمة أنا مؤمن بيها في حياتي، كنت سمعتها مرة من مدرس إنجليش كان بيقول إن الهنود وصلوا لأعلى المراكز وأعلى المراتب في أماكن كتيرة جدا على مستوى العالم. وصلوا إن هم يبقوا مثلا المدير التنفيذي لجوجل هندي، المدير التنفيذي لمايكروسوفت هندي، وحاليا كمان رئيس وزراء بريطانيا أصله هندي. الهنود وصلوا لكل المراكز العالية دي بالإنجليش بتاعهم. انتوا عارفين لو حد فيكم سمع الانجليش الهندي نطقه غريب جدا لدرجه ان ممكن ما يتفهمش اصلا، ومع ذلك ما غيروش اللكنه بتاعتهم. ما قالش انا لازم احسن مستوايا او اغير نفسي او لازم انطق اللغه زي اهل اللغه الاصليين ما بينطقوها. لا، هو اتعلم وعمل اللي عليه واجتهد في اللغه، ومع ذلك ليه لكنته المميزه. ومع ذلك برضه ما حدش اتريق عليه ولا قال له انت بتتكلم كده ليه، ولا ايه الانجليش الفلاحي بتاعك ده، زي ما احنا بنعمل مع بعض. عشان كده عايز اقول لكم اتقان اللغه مش لازم يبقى هو اول اولويه في حياتك وانت بتتعلم اللغه. اكيد اتقان اللغه مهم، واكيد ان انت تتكلم اللغه بشكل صحيح مهم جدا. بس مهما كان في كلمات برضو بتبقى جديدة بالنسبة لنا، في كلمات بتعدي علينا، مش مهما حصل مش هنقدر نتقن النطق بتاعها زي ما أهل اللغة بينطقوها. ده غير كمان ان مثلا اللي بيتعلم الانجليش بالذات في الامريكان انجليش وفي البريتش انجليش. طب يا ترى هنطق زي مين فيهم؟ طب هتكلم زي مين؟ وهكذا كل لغة كمان فيها لكنات وفيها لهجات مختلفة. العربي احنا بنتكلمه بالعامية المصرية، شوفوا في كام عامية مختلفة غير المصرية، شوفوا كام في الخليجي وفي الشامي وفي اهل مثلا المغرب، وكل دول ليهم كل واحد فيهم ليه لكنه مختلفه عن التاني. وفي النهايه هي اللغه العربيه الفصحى في النهايه. فعشان كده بلاش نضغط على نفسنا قوي في موضوع ان انا لازم اتقن اللغه واتكلمها زي اهل اللغه. وبلاش كمان نقعد ننتقص من بعض ونقعد نتريق على بعض لما نلاقي حد فينا بيغلط في نطق كلمه. يا اما نعلمه، يا اما نصحح له النطق، يا اما مفيش مشكله. ايه المشكله ان انا انطق كلمه غلط او او ما بقاش عارف نطقها الصحيح؟ ايه المشكله ان انا لسه بتعلم؟ ما فيهاش مشكله خالص. بلاش يبقى عندنا عقده النقص، بلاش ان احنا نقعد نتريق على بعض. بص فلان بينطق اللغه ازاي، بص فلان بيغلط ازاي، بص فلان ما بيعرفش يقرا الكلام. طب وبعدين هنفضل ننتقص من بعض وعمرنا ما هنوصل لحاجه. يعني لا انت اللي افدته وعلمته او انت اللي عرفت النطق الصح، ولا انت اللي سكت. يعني ما استفدناش حاجه. اذا مهم جدا ان انا اتعلم اللغه كويس جدا، ان انا اتقن القواعد بتاعتها كويس جدا، ان انا ابقى شاطر فيها، وبقدر الامكان اعرف اتكلمها صح. بقدر الامكان لما اجي اقراها صح بقدر الامكان. ما بقولكش ما تتعلمش، ما بقولكش ما تتقنش نطق اللغه صح، مش ده قصدي خالص. بس اقصد ما يبقاش هو ده هدفنا الوحيد في الحياه. ما يبقاش بنموت بعض عشان خاطر كده، ما نقعدش نتريق على بعض عشان خاطر ده فلانة بتقرا غلط، ده فلان مش بيقرا صح. طب وبعدين عمرنا ما هنوصل، مش ده اللي هيوصلنا. زي ما احنا بنفرح قوي لما الاجانب يتعلموا العربي بتاعنا ويتكلموه مكسر، نقول الله بص ده بيتكلم عربي، الله ده بيعرف اللغة بتاعتنا. طب ليه اشمعنى احنا فرحانين بيهم وهم بيتكلموا لغتنا حتى لو بيتكلموها مكسر؟ حتى لو بيتكلموا مثلا واحد مذكر يقول له انتي وها ونبقى فرحانين وبنضحك، الله ده عارف كلمتين من اللغة بتاعتنا. هم كمان يفرحوا لما احنا نعرف لغتهم. هم كمان الاجانب اي لغة انت بتتعلمها هم كمان يبقوا مبسوطين ان احنا بنتكلم لغتهم ونتكلمها عادي. ايه المشكله ان احنا نغلط في نطق كلمه او ان احنا ما ننطقش كل الكلام يعني كما انزل؟ هو مش قران، هو مش قران عشان يبقى احنا متقنين واتقان تام ولازم نتكلمه ونقراه بالملي. لا، هي لغه وبقدر الامكان احنا بنحاول نتعلمها. اكيد في كلمات هتبقى جديده عمرها ما عدت علينا، ممكن جدا ان احنا نقراها غلط، ممكن ما نعرفش نقراها، ممكن لما نيجي ننطقها غلط. ايه المشكله؟ نتعلم ونعرف النطق الصح ونتعلم ونحسن مستوانا. لكن ما يبقاش هو ده الهدف الاسمى. ما يبقاش الهدف الاسمى ان انا بتكلم اللغه زي اهلها، اوعى ده انا ما حدش قدي. لا يا حبيبي، هي مش كده، هي مش كده. هي مش ده اللي هيخليك توصل، مش ده اللي هيخليك شاطر في اللغه. بقدر الامكان اتمكن من اللغه وانطقها صح وخليك شاطر فيها زي اهل اللغه، تمام جدا. بس مش هو ده يبقى كل هدفك في الحياه. لا،
في حاجات كتيره جدا مهمه في اللغه، زي ما احنا مهتمين قوي ان احنا ننطق اللغه زي اهل اللغه وبنقعد نتريق على بعض لو حد فينا نطق غلط. نهتم كمان بان احنا نتعلم القواعد صح، نهتم بان احنا نعرف حصيله كلمات كويس عشان نعرف نتكلم اللغه كويس، عشان نعرف نترجم كويس. فالاولويات كتيره قوي، ما يبقاش الاولويه بتاعتنا والهدف الوحيد لينا هو ان انا اتقن اللغه واتكلمها زي اهلها، لان هم نفسهم لما بيتعلموا لغتنا، ولازم نعتز بلغتنا، لما بيتعلموها وبيتكلموها مكسر بنبقى فرحانين، بنبقى هنموت من الفرح. بس وزي ما قلت لكم في البدايه، الهنود وصلوا للمراكز العاليه دي كلها بالانجلش بتاعهم، بالانجلش الهندي اللي هو الغريب جدا، اللي الواحد لما يسمعه ايه ده، بيقولوا ايه الناس دي، ومع ذلك وصلوا بيه، ما غيروش اللكنه بتاعتهم، ما غيروش، بالعكس هم بالعكس دول بقى لهم دلوقتي بقى في حاجه اسمها الانديان انجلش. شوف لدرجه ايه هم اللي اثروا على الانجليش، لدرجه ان بقى معترف رسميا بان في اللكنه الهنديه للانجليش. فاحنا كمان نعمل زيهم. مش ما بقولش ان احنا نستهين ولا نستسهل ولا اننا ما نتعلمش اللغه ولا ان احنا ما ننطقهاش صح، لا طبعا نجتهد ونعمل اللي علينا، بس مش لدرجه ان احنا ننتقص من بعض ونقلل من قدر بعض. لو حد فينا غلط، حد غلط، ممكن نساعده نعلمه الصح، لكن ما يبقاش هو ده مشكلتك الوحيده في الحياه. اشوفكم ان شاء الله قريب مع فيديو جديد، ويا رب دايما تكونوا بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.